طبعا الهيئة لم تقم بذلك أبدا. نحن الواقع نفذنا ما ورد في البيان الحكومي من الدولة مما قالت الدولة على عنايتها بالمعتمرين وترحيبها وعنايتها بالمعتمرين وتقديم الخدمات. ونظرنا أن هناك أيضا في معتمرين لم يستطيعوا الوصول، أو هناك معتمرين قرروا حقيقة الدولة لا يمكن أن تجبر، خاصة في خدمة الحرمين الشريفين، من يأتي الحرمين الشريفين أن يخرج أو تجبر على الخروج، يعني مستحيل هذا. أنا أذكر في حرب الخليج عاصفة الصحراء كانت الناس تطوف في الحرم والبلد كله كان مهدد في حالة حرب كبيرة يعني جدا، عشناها جميعا أو معظمنا. فلذلك هذا غير صحيح بكل معنى الكلمة. بالعكس، نحن أيضا الفنادق التي نعمل معها عبر السنين وجدناهم كما نتوقع متجهزين وسبقونا على العمل الطيب، وبلغناهم أن هناك بعض النزلاء وأردنا معلومات، وجدنا بعض النزلاء قد حجزوا ولم يأتوا أو قرروا لن يأتوا بكل الاعتبارات، يعني لم يكن هناك منع أبدا. فكل الفنادق السعودية الحمد لله قامت بإعادة المبالغ الحجوزات وما دفع المواطنين، بعضها وصل 100,000 بعضها وصل 10,000 إلى آخره وكذا فقط. وغير صحيح بالكامل ما تردد في بعض الوسائل أخذ تصريح الهيئة ثم أضيف إليه أن الدولة منعت المعتمرين أو طردت لا قدر الله المعتمرين. هذا لا يجوز، هذا بيت الله ولا يمكن يعني طرد المعتمرين بيت الله.